يا هلا فيكم، حياكم الله في شرواكم شو في جيب. ضيوفنا اليوم مميزين، معلم تربية بدنية وباحث دكتوراه في التدريب الرياضي وحكم دولي في المبارزة. حصل على الميدالية الذهبية 6 مرات في الدوري الوطني للمبارزة في الكويت من عام 2019 ل 2021. الميدالية الذهبية في بطولة العرب للمبارزة للعمومي عام 2019 في الكويت. الميدالية الذهبية في بطولة مجلس التعاون الخليجي للمبارزة 2017 في البحرين. وزوجته حاصلة على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية 2019، حائزة على الميدالية الذهبية في بطولة العرب للعمومي 2019. مالك مشارك لأكاديمية هاوس أوف فينسينج، مدربة رئيسة في رياضة المبارزة في هاوس أوف فينسينج لمدة 3 سنوات، ودربت 4 من أبطال المبارزة الحاليين في الكويت بما في ذلك لاعبات المنتخب الوطني. مهندسة معمارية ورسامة، زوجين يعكسون أسلوب حياة مليء بالمغامرة والقوة. ويانا اليوم خالد عبد الكريم يوسف وريم الشطي. يا هلا ومرحبا فيكم. يا أهلا هلا فيك، فيك، يعطيك أهلين. العافية. شلونكم اليوم؟ طيبين الحمد لله. زين. ومستعدين حق الأسئلة؟ مستعدين أكيد. متوترين شوي. لا إن شاء الله ما في توتر. لا سهلة. راح يكون حوار نبي نعرف عنكم أكثر. أوكي. أوكي. في البداية حابين نعرف إيش كثر صار لكم متزوجين؟ احنا بالضبط صاير لنا الحين يعني الشهر هذا كملنا 5 سنوات. احنا تزوجنا في 2019. ما شاء الله. اي وتقريبا قبل اسبوعين هم كان عيد زواجنا. نعم. أوه إيه، هابي anniversary. Thank you so Thank you. much. مشكورة ما تقصرين. الحين نبي نعرف قصة الحب، أوكي. شلون اجتمعتوا مع بعض؟ طبعا انا من ان في وايد امور حلوة تصير بالصدف. نعم. تمام. انا طبعا انا ورين نفس ما انت عارفة احنا لاعبين منتخب الكويت للمبارزة. إي نعم. فمعرفتي بريم صارت من خلال الصالة، يعني صالة التدريبات اللي احنا نتمرن فيها او المنتخب اللي يتدرب فيه. هي كانت زميلة يعني وياي بالمنتخب. وهم من الامور اللي عرفتني فيها هو مدربي. أندريا مدرب ماغرو. اي اندريا ماغرو. طبعا هي كانت بالصالة، بس ان انا كنت دائما اجابل تدريبي، يعني تدريباتي هي كانت في تدريبات، لان احنا بالمبارزة في اكثر من سلاح، اكثر من تخصص. صح. فهي كانت يعني تتدرب مع فريق التخصص مالها، وانا كنت بروحي بفريق التخصص مالي. بس كنا نتشارك بنفس الصالة. بنفس الصالة تدريبات المنتخب بنفس المكان. فالمدرب كان يبي يعطيني بريك ما شنو. ريم كانت يعني ماخذه كورنر وكانت قاعد تسوي تدريبات معينه. وهو شوي معصب كان، وشوي يعني التدريب كان يعني بما معناه كان بيعطيني فتشه عشان ارجع حق ان انا استيعابي بالتمرين وبالامور هاي، لان انا كنت بتعب شوي. كان بيعطيني راحه. فقال لي في لاعبه هناك بس ابيك تروح تسال اسمها. انا طبعا ما يعني انا كنت ادري ان هي لاعبه منتخب. تمام. كان يقول معصب عليك اي ماغرو. هو كان معصب علي، وكانه يبي يخليني ان اخذ بريك وارجع عشان ادش على مود المبارزه، يعني لان انا طلعت للامانه بسبب العصبيه اللي صارت بيني وبينه. انا طلعت من المود، فهو قاعد يحاول انه شنو يبي يردني حق المود. فخلاني اريح. قال لي بس في لاعب هناك بيروح ابيك تسال شنو اسمها وارجع لي. طبعا انا ما اعرف ريم، اوكي. بس اللي انا اعرف ان هذه بنت لعبه منتخب وقاعده تتمرن معنا بالصاله. كان اروح له كان اقول انا الكوتش قاعد يسالني ان اسالك، عفوا قال لي ان اسالك شنو اسمك. كانت تقول لي لا عفوا مو قال لي شنو اسمك، قال لي كم كم عمرها عمرك؟ وتعالي. قلت له تمام. رحت لها كان اقول لها الكوتش يسالني كم عمرك. طبعا انا لابس القناع، احنا بالمبارزه نلبس ما قناع. أعرف منو ما فضحت هالشخص الماسك. اللي يعني اوكي، واحد الشخص مقنع. الغامض هذا ما إيه، أيوه. يعني كان يقول لي الكوتش قال لي أسألك كم عمرك. حزتها قلت له 23. كان يلف ويمشي. The weirdest interaction ever. بس وطبعا يعني بنفس الوقت السؤال اللي انا رومانسي. سالته انا عبالي ان عمرها كان وقتها، انا عبالي ان عمرها 16 سنه. يعني انا منصدم ان المدرب قال لي روح اسالها، وانصدمت من العمر لما قالت لي ان هي يعني شكلها صغير. فقال لي 23 سنه كان اقول اوكي، كان اهدى وامشي. وطبعا من هني انا اؤمن بالصدف، مع انه كانوا ربعي. انا قلت لك لاعب منتخب فمعي جروب بتمرن معاهم وكذي. من كثر ما انا احب المبارزه كانوا ربعي دائما يقولوا لي انت راح يجي يوم من الايام وتتزوج لاعبة مبارزة. فأنا كنت أضحك والله، يعني من كثر حبي للعبة. يعني أنا مارسها تقريبا شبه يوميا صبح وعصر، لأن ما وقتها شاء كنت الله. متفرغ وايد حق المبارزة. فكانوا ربعي يقولون إن أنت راح تتزوج لاعبة مبارزة. فأنا كنت دائما آخذ من باب شنو تعابة وإن الضحك والأمور هذه، إنه
وين شلون يعني شلون ان انا اتزوج لاعبة مبارزة؟ وسبحان الله مع الوقت بالاخير انا امن ان الزواج قسمه ونصيب، والله قدرني ان انا اتزوج لاعبة الشخص مبارزة. واللاعب اللي كانوا ربعي دائما يقولون ان انت يوم من الايام راح تتزوج لاعبة مبارزة. الله. وأنا ما كنت أصلا حاطة بالحسبان هالموضوع كلش، أو حتى ما عكسه فكرت. تماما. إيه. إيه يعني حتى أنا ما توقعت إني أتزوج شخص بنفس المجال، بس سبحان الله يعني قسمة ونصيب. قسمة ونصيب. يا زين، شنو الشيء اللي حسيته إنه ربطكم ببعض؟ أوكي، أنت عرفت عليها من بعد الصدمتين، صدمة العمر. شنو اللي جمعكم مع بعض؟ شنو الشيء اللي ربطكم من بعض؟ نقول من بعد السبارك اللي صار. شنو الشيء اللي ربطنا بعد السبارك؟ هو بالبداية للأمانة الفنسينج جمعنا obviously شيء يعني يس. واضح، ومع الوقت طبعا مع الوقت خالد تقدم لي وبعدين تزوجنا وكنا مع بعض officially. كونا أكاديمية هاوس اوف فنسينج مع بعض، بس للأمانة بالنسبة لي يعني الشيء اللي أهم الحب والاحترام اللي بيننا للأمانة. الحب والاحترام. Yeah. إيش رأيك بهالكلام؟ انا اتفق معاها. انت سالتي ان شنو الشيء اللي يربطنا. Yes. طبعا الامانه في البدايه كنت اعتقد انه شيء واحد اللي هو الرياضه او إنه فقط المبارزه. يس المبارزة ان انا كز كمعرفه ان البداية كان احنا كذي. ناس خلينا نقول او اشخاص نحب وايد الرياضه. فهم سبب من الاسباب اللي خلاني ارتبط فيها ان هذه يعني قامت تمارس شيء وايد مرتبط في حياتي. فكنت اتوقع ان هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يكون صلة الربط بيننا ان احنا نجابر نفس حياتنا. النوع. بس ان انا شفت وايد امور طبعا منها نفس ما قلت اول شيء اللي هي الرياضه. خلينا نقول ان هي ما شاء الله عليها وايد يعني شلون اقول لك دائما تتمنى ان تكون شلون اقول عفوا hard working قصدك؟ يس تقريبا خلينا نقول ان طموحه. تمام دائما تتمنى ان تتعلم شيء جديد. انا احب هالاشياء هذه ان انا دائما اعيش تجربه جديده كل يوم. ما احب ان خلاص اليوم او نعيش على نفس روتين معين واحد. لا نحب دائما التنويع. انه يكون في شيء جديد. ايوه التنويع باشياء جديده طبعا نحب وبنفس المغامرة. المجال. نحب المغامرة. المغامرة، نحب نسافر. we love hiking forest bathing. بس كلمة بالعربي forest bathing شنو يعني إن تحبين إن تمشين في الطبيعة أو أوكي. في basically عشان يعني كذي yes. قلنا أنتم تعكسون روح المغامرة Yeah. والقوة، يعني عدل، يعني ما صح. كذبنا. إيه زين، شنو الصفة يا خالد تحبها بريم؟ أكثر صفة تحبها فيها؟ والله وايد. انا ما قاعد اقول أكيد هالكلام وايد، هذا. بس نبي واحدة. يس توب. وحده طيبه. الطيبة. طيبه يس وايد طيبه. تمام. يس وريم، شنو الصفة اللي تحبينها في خالد؟ أكثر صفة؟ شخص مثابر، يعني ما شاء الله عليه هو معلم وباحث دكتوراه وحكم دولي، وترى يعني مو شيء سهل إن الواحد يسوي كل هالأشياء بنفس الوقت، ومؤسس أكاديمية معاي ومعلم بنفس الوقت. فيعني أنا أشوف إن سوري أنا مرات أسهل لي إن أعبر بالإنجليزي. عادي، عبري بالإنجليزي. It's admirable، يعني شيء يعني اقتدي فيه مثابرة خالد واجتهاده. المثابرة والطيبة. زين، شنو الصفة اللي خلينا نقول ما تحبها في ريم؟ الصفه اللي ما احبها هذه وايد اعاني منها. ريم لان نفس ما قلت لك هي مجتهده دائما تكون امورها منظمه. فلما نبي ننسق على شيء مثلا خلينا نقول بعد اسبوعين وايد وتحرص دائما ان الحرص الزايد. خلينا نقول الصفه اللي انا ما احب الحرص الزايد. اوكي في بالعكس الحرص واجب وفي امور وايد نحتاج يكون فيها الحرص بس وايد الشغله هذه انا ممكن انا شخصيا خلينا نقول مثلا بنسوي شغله بعد اسبوع كل يوم اتاكد علي على الشغله. خلنا نضم حق الشيء هذا. جهزت الشيء هذا ولا لا؟ مع ان انا في بالي ان مثلا اليوم انا بقوم بسوي شغله فلانيه. اول ما اقوم ريم القاها سويت الشغله الفلانيه جهزت حق الاسبوع وايد الجاي. حريصة. سويت حق الاسبوع الجاي. أوكي، early حريصة. planning it saves us. دقيقة، خلينا نقول حريصة ومخططة ودقيقة. بس sometimes too much حق خالد. السكجول ماله مرات ما يتحمل إن أحد يكلمه بموضوع قبلها بأسبوعين. أنا لازم I have to know what I'm doing لازم. إنزين، what about you؟ شنو الشيء اللي ما تحبين أو الصفة اللي ما تحبينها بخالد؟ خالد لازم مرات يطول باله شوي. إذا يبي شيء يبي الحين وبسرعة والجواب الحين right now. أوكي. بس بالعكس مرات يصير عنده طولة بال. بس طبعا ماكو أحد كامل no one is perfect. طبعا. مرات يكون عصبي شوي بس
تمام he's good. تمام. الأمور لا زالت تحت رياضي السيطرة رياضي يعني؟ عصبية رياضي. رياضة عصبية عصبية رياضي رياضة. نعم. الروح الرياضية للحين مستمرة بعد معاكم. إيه. يس يس. بما أن أنت جبتي طاري المغامرة، تحبون المغامرة وهالسوالف هذه، احنا عارفين أن نجيب تمثل روح المغامرة، نبيكم تعطونا أكثر تجربة مريتوا فيها مغامرة. ليك تاهو ليك تاهو. ليك تاهو زين. أوكي. قبل سنتين أنا أقول القصة. يس أوكي. قبل سنتين قضيت صيف في لوس أنجلوس، كنت قاعد أدرس في مدرسة فنية ارت سكول في LA، ورحنا منطقة في كاليفورنيا اسمها ليك تاهو، هو ليك. زين. رحنا كاياكينج، يس. الجو كان تمام، الجو قلب فجأة، صار في هواء ومطر وصار في موج، يعني هو كان موج يخرع. ومطر وكل شيء يعني كان قمنا يخرع. كان يعني الجو كان كان يخرع صافي ولا فجأة كنا نقول سراية يت يعني كان الوضع الكل سراية. فجأة شفنانا طلع من الليك، احنا ظلينا. شنو انت قلت لي حزتها انه قلت لي انه يلا خلينا نرد. ريم انا قلت لك ان روح المغامرة اللي فيها وهذا شيء انا احبه للامانة. كل مرة وكان انا وايد احب اطلع بحر فاعرف الامور اللي هي مال إيه. الارصاد الجوية، اعرف اذا الجو بيتغير، اذا الموج قاعد يزيد عندك ولا خبرة يقل. بهالأمور اي عندي هذه. خبرة بالامور هاي. فكل ما قاعد نبعد قاعد اقول حق ريم لا نبعد اكثر. فريم كل مره شنو تقول لي انا لان الجو قاعد يسوء، انا قاعد اشوف ان الجو قاعد يسوء، ريم تقول لي نكمل. بالعكس اصلا احنا اتس بورينج ان احنا طالعين بالكياك مثلا ما في موج، بالعكس نحب مثلا انا احب مثلا تقول لي انه يكون قلت لك وناس. يكون في موج قوي. انه يكون قلت في لك موج وناس. قوي. فكل ما قاعد نبعد كل ما انا قاعد اشوف الموج قاعد يرتفع الموج قاعد يرتفع لدرجه ان اليابسه تختفي من سبب الموج وبعدين يرجع كذي احنا والماي داخل كان الليك. قاعد يدش بالكاياك. إيه. يس. وطبعا شنو تليفوننا قاعد يرن كل ساعه قاعد يرن طبعا احنا حاطين اللي هي لأن لا فينا لأن الجنطه اللي ماي ضد ما الماي، نقدر. فحاطين تليفوناتنا فما نقدر نطلع تليفوننا. كان فجاه ريم تقول اوه كنا الوضع سائغ فخلنا نرجع. إنزين. قلت لها بعد هني شنو؟ استوعبت ريم. ايه هني بدات تستوعب لان صدق الوضع صار وايد سيء بشكل ما ايه تتصور كان يعني. يخرع كان يخرع. كانت تقول يلا خلنا نرجع. الحين احنا بنرجع واحنا بعدنا وايد واحنا قاعد نبعد الماي قاعد يدش علينا بالكياك. حلو. فحاولنا الحين واحنا قاعد نرجع طبعا شنو صار فينا الكياك تعبى كامل ماي. قاعد ينزل يعني. إيه خلاص يعني طبع فينا الكياك دش بالماي وظل احنا جسمنا بس برا. أي. وقاعد نحاول طبعا نجدف مني ومنك قاعد نحاول بس نبي نوصل ليه لما الموج طقنا وين دخلنا صوب بالصخر. الصخر اللي ما صوب صخر وقلب فينا وطحنا Oh من my God. الكياك. أوكي. يس. وريم فهذا يوم شنو بس بالاخير كان طلعنا منها. وشنو كان وجهة نظرك بهاليوم I was باليوم هذا كله؟ traumatized. ما تكلمت 3 ساعات. اوكي from the shock. was traumatized. طلعنا من الكاياك. وبعدين تعلمنا انه okay sometimes we need to listen to mother nature، وخلاص إذا الأحوال الجوية قاعد تسوء خلاص ردوا. وراح تكررون هالمغامرة هذه مرة ثانية؟ لازم لا ندرسها I would عدل. like لازم إن ندرسها عدل. نجربها مرة ثانية عادي. ويس وكانوا هذا قاعد كان يدقون علينا مغامرة. بالبداية لما قلت إنه كانوا قاعد يدقون علينا طلع المسؤول عن عن الرنتل مال الكاياك الرنتل كانوا قاعد يقولون علينا إن في إنه سراية جاية warning يعني فطلعوا. لأن حقكم. تغير الجو فجأة. إيه. بس كانت تجربة حلوة بالأول والأخير. كان خوش memory great story. great story. يعني should- it made it to the interview بس إنه يخرع. كان الوضع فعلا يخرب. إيه. فعلا مغامرة إيه. and you made it both of you. إنزين احنا خلينا نقول عن السيارة جيب معروفة. سيارة جيب معروفة بالقوة. نبي نعرف شنو الشيء اللي يقوي علاقتكم ببعض. صراحتنا مع بعض. صراحتكم. تواصلنا our Yes. communication. القدرة على التواصل والتعبير عن المشاعر بيننا الصراحة منهم. Yeah. الصراحة وهذا أهم شيء بالعلاقة. I would say التواصل أهم شيء بالعلاقة. التواصل إن الواحد يقدر يعبر عن شو اللي قاعد يحس فيه، شو اللي قاعد يمر فيه، شنو اللي قاعد يفكر فيه حق شريك حياته. أنا بالنسبة لي هذا أهم شيء، لأن يعني إذا الواحد عصب أو مر بظرف أو يحس إنه في شيء يعني يبي يعبر عنه ومو لاقي إنه يقدر يواصل شريكه بهالموضوع it becomes difficult. يصير صعب. فبالنسبة لي التواصل شيء وايد مهم. شنو رأيك بكلام ريم؟ اتفق معها 100%. جميل. يس. شنو أمنيتكم بالمستقبل؟ You go first. أنت. طبعا أول شيء كأمنية أي شخصين مع بعض ولا زوجين إن إحنا نعيش إنه بسلام وسعادة ودائما نكون إحنا متفاهمين
طبعا ما في علاقة خلينا نقول زوجية بيرفكت 100%، أكيد فيها الحلو وفيها المر. فدائما أن أنا أتمنى يعني وأسعى لنا على التفاهم أنه يكون بيننا. هذا بالنسبة على الأمور الشخصية اللي بيننا. أما كأمر بالمستقبل احنا نتمناه، طبعا نتمنى ان احنا نكون ناجحين دائما، دائما نسعى حق الشيء اللي احنا نبيه، ومهما كانت المعوقات او خلينا نقول ساعات الامور احنا نبي شيء، بس الامور او المحيط خلينا نقول البيئة او المحيط اللي احنا فيه ما يساعد. احنا يعني انا اتمنى ان احنا نسعى حق هذا الشيء، احنا نبنيه. هي طبعا معمارية، فراح استخدم الشغلات دي ان احنا نبنيها مع بعض ان شاء الله. design everything. يس، ومنها هم ان احنا عندنا اكاديميه. اتمنى يوم من الايام ان اللاعبين الموجودين مو بس نفكر احنا بنفسنا، بالعكس انا اتمنى ان حتى الناس اللي معانا بالاكاديميه يكونون ناجحين بحياتهم. لان انا لما اسعى ان شخص يكون ناجح في حياته راح اكون مستانس اكثر منه، وراح اكون سعيد اكثر منه. فهذا الشيء يعني اللي انا صدق اتمناه يعني، ودائما امنيه المستقبل اللي انا اتمناها بعد ان اكون قدوه حق الناس الصغار او الجيل اللي الحين، ان شيء اللي احنا عشناه نحاول نوفره حق هالناس هذول. يعني مثلا احنا نحب المبارزه، في ناس وايد يحبون المبارزه، فانا يعني قاعد احاول كثر ما اقدر ان انا اوفر البيئه المناسبه. او هم انا مدرس بعد، دائما اسعى ان انا اوفر جوده التعليم والتدريب المناسبه انهم يحققون اهدافهم بحياتهم طبعا. شيء حلو. شيء بسيط جدا. طبعا اتفق ويا خالد بوايد امور، خصوصا بالأكاديمية وان تكون قدوة وكذي، بس انا عندي اهم شيء اني اشوف الناس اللي احبهم واللي اعزهم سعيدين وبصحتهم. هذا بس all I need. بس هذا بالنسبة لي اهم شيء. نعم. اهم شيء. ومثل ما قال خالد قال اتمنى نشوف اكاديميتنا تكبر ونشوف لاعبينا مستانسين، اهم شيء، لان شيء جدا كبير في علاقتنا بزنسنا ولاعبيننا. احنا المكان اللي عرفنا على بعض هالمكان هذا. ايه، فنتمنى نشوفهم يعني ناجحين ومتفوقين بحياتهم. يس، واحنا نتمنى لكم كل السعادة والراحة والتوفيق. يعطيكم العافية. مستعدين حق اللعبة؟ طبعا اللعبة تقول بسأل سؤال، كل واحد عن الثاني، تكتبون السؤال، يعني السؤال اللي بقوله يخص ريم ويخص خالد. اوكي يعني انت راح تكتبين شنو الإجابة اللي تخصه، وانت راح تكتب شنو الإجابة اللي تخصها. اوكي تمام. بعدين we're gonna flip the board. تمام اوكي بيرفكت. ناخذ البورد. اخذوا البورد. اوكي. شنو الكوزين المفضل حق خالد؟ عفوا لا حقي اوكي انا، اوكي هذا انا ما سؤالي. سمعت. اوكي ابي اسمع، فيني فضول اسمع السؤال. هذا السؤال لكم اثنينكم. عفواً. شنو الكوزين المفضل حقكم اثنينكم؟ الكوزين. خلينا نقول شنو الكوزين المفضل يعني حق الأكل. ريم. اوكي الكوزين هو خلينا نقول شلون الأكلة. الأكل يس بشكل عام. اوكي المفضل حق ريم تكتبه مني وانت تكتبين عند خالد. It's so simple. حد سهل بس I'm having a hard احنا time. رياضيين فبدش معاها بطولة الحين انا أمبي. جالس في المسابقة. ما أدري إذا أحط شيء زيادة. أوكي بس. Okay, are ready? يس Okay, flip the boards. You are so good. الحين صح ولا لا؟ والله لأن خالد كنت راح أكتب بعد حسب المزاج. خالد يعني هي ما عنده شيء واحد للأمانة، عشان شي توهقت، بس أنا أمس تذكرت إنه كلا برجر صاير. اوكي عشانك امس برجر كتبته. لاني ما عنده سبيشال كوزين. I need to اوكي حسب انا بالاكل المزاج. بيكي، وايد بيكي بالاكل، حسب يعني كل يوم شيء المزاج. حسب المزاج. زي ريم That's the صح؟ correct بيتزا answer. هالوبينو with pepperoni. Yes. Wow. It's very specific. Really Yes. good taste. إيه. يلا خلينا نقول نجحتوا اثنينكم بهالتست هذا. اوكي. هو نجح للأمانة. أنا Okay. طولت. Are you ready for the next question? شنو وجهتكم المفضلة؟ ريم شنو وجهة خالد؟ وخالد شنو وجهة ريم؟ كسفر. كسفر. أحسن دولة. Oh, we're ready. يلا flip it. يس هذا شيء يجمعنا.
هذا بعد شيء من الامور هذا شيء والاماكن يجمع. اللي We نحبها. love Japan. غير الرياضة اليابان تجمعكم. يس We love جمعتنا مرة هم Japan. البطولة هناك كانت في اليابان، بطولة آسيا. هذا أول اجتماع هناك. So nice. والحين كل صيف نقضيه باليابان تقريبا، ويعني وصلنا مرحلة اللي قاعد نروح أماكن باليابان يعني ما حد ينطق فيها غير إلا ياباني. وتتكلم ياباني هي بعد؟ درجة لا تتكلم لا ياباني. مو وايد اوكي بس مو وايد. لا تتكلم تفهق راح ياباني. أسألها مو وايد. بعدين تقول ليش أوكي. بالياباني. مو وايد. يلا next question. زين يلا أفضل طريقة تقضون فيها الويكند أو how you spent your weekend. أفضل طريقة خالد يقضي فيها الويكند. إيه إيه نفس خالد الشيء يقضي. إيه خالد. أوكي. It's all about him and it's all about her. حد أعرف. اوكي. Okay. هاريم I'm ready؟ Yes. يلا flip it. رايد بيت يد تريم. يدي شو شيء من ماما اليابان. ليلى. صح right؟ وي السؤال كان إنه شلون نحب إن نقضي الويكند. أيوة بالويكند. Well I would do it. I mean صح كلام الأمانة كل ويكند أقضيه ببيت يدتي. صح. لا كل يوم معه. Yes. قاعدة صح. تجاملينه ولا صوت صح؟ لا هو صح بس is it my favorite I mean yeah of course it's my favorite thing أحب أشوف يدتي. أحب إنزين. أشوف ماما. وخالد حداق؟ يس شيء أوه، اساسي. حداق، يس. حداق. يعني خالد يحب الفشنج يحب حلو. هم نجحتوا بهالسؤال. يلا next question. الحين ريم لو عند خالد سوبر باور شنو راح تكون؟ وخالد لو عند ريم سوبر باور شنو كانت راح تكون؟ سؤال صعب. انا توهقت فيه. اوكي. يس. بالرياضة، بالرسم، بالعمارة، بالسفر، بالمغامرة، تخيلها كذي شنو المفروض تكون؟ اوكي ready؟ يس. يلا لفة واللوحة. أليتا يس. تبيني أصير أليتا؟ يس. أليتا فيلم أليتا باتل أنجل. أوكي نايس صير قوية. شنو فيلم أليتا؟ فيلم أليتا اي مال جيمس كاميرون. شخصية هي. اوكي. يس أنا أعطيتك سوبر باور قراءة الأذهان telekinesis. قراءة. اوكي لأن حلو. أذكر كنت تقول sometimes إنه ودك تعرف يعني شلون الناس يفكرون فيه. صح. So I was like okay نعطي السوبر باور. شعار أو السلوغن مال جيب go anywhere do anything. منو أكثر واحد فيكم عنده السبيريت؟ go anywhere do anything. flip it. أنا كتبت أنا وخالد. انا كتبت ريم. حتى خالد. هي جمعتك معاها يا خالد. لان انا امسح في واكتب. اماكن ودائما اللي احنا نقول ان اي مكان اني وير يعني مثلا ريم بالنسبه لها تروح عاد يعني في اماكن معينه تروح عاد عندها انا لا لازم مثلا المكان هذا لازم يكون بارد لازم يكون كذي مثلا صح كلام عيل خلاص ما راح أكتب خالد يجري بس أنا أنت اللي جاوبك صح. فعندها روح المغامرة أكثر منك خلينا نقول. تقريبا يس. جميل. أوكي اليوم وايد استمتعنا معاكم. شكرا والله يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. شكرا.